مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من احلى بودكاست، اطول بودكاست، اعظم بودكاست، اشطر بودكاست، اذكى بودكاست، ارفع بودكاست، افرم بودكاست، بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه. احنا ابتدينا فعلا. انا قلت اعمل دخله. اوكي، دي دخلت البرنامج. وحشه قوي. تمام. اقولها اهلا بيكم في حلقه جديده من بيتنا بودكاست ارفع بودكاست اطول. خلاص بقى، مع اشطر بودكاست. ريم احمد وطه خليفه، او طه خليفه وريم احمد. يا احنا سلام. خلاص سوينا الخلافات يا الخلافات جماعة اللي ما بتاعتنا، بيننا. وقررنا ان احنا عادي، احنا هم اتنين بس، فاحنا ليه خلافات اصلا؟ هنتخانق على ايه؟ بالظبط. في بعض الاسئله اللي اتسالناها على مدار الحلقات اللي فاتت، فحبينا نشارككم ونجاوبكم عليها بشكل يعني حقيقي اهو كده فاهميني انت اقصد ايه. اول سؤال هو يا جماعه بتتهمني بالتنمر، انا سكت اهو. اول سؤال هو ان ده سامر ولا مش سامر؟ هو ده ابن ام سامر؟ ايوه هو ده ابن امه. ايوه احلى عريس في الجمهوريه كلها. ايوه. مساء الخير يا دكتوره سماح، يا رب تكوني بتتفرجي علينا. هو ده يا جماعه طه خليفه اللي قام بدور سامر في واحد الاسئله المهمه، هل هي دي هدى بنت ونيس؟ أيوة. بابا ونيس ماما نيسة ميسة، احنا ولادكم هنرفع راسكم. ايوه هي نوسه السوسه كونوسه، هي عايزه فضفضه، هي هدى. وفي كمان احد الاسئله ان هل احنا متجوزين؟ احنا متجوزين الحمد لله، بقالنا اهو 8 سنين. ايوه. وكمان في سؤال انا إن عايز هو اعيش في كوكب إن تاني. طه شبه لا 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 أستاذ. رفضك يا زماني يا لا هم قالوا شبهه مش صوت. لا ماليش دعوه بقى، هو ما قالش دي الصوت، فرصتي. أرجوك. رفضك يا زماني بس يا مكاني يا زماني. فان هو عايز شبه أعيش. الفنان الكبير انت عارفه يا والنجم ريم مدحت صالح. ان انا وانا في تالتة ابتدائي او تانية ابتدائي كانوا عاملين اوبريت. ايه بقى؟ ايه بقى؟ كانوا عاملين وانا وياه بعيز، عايز. وانا كنت بعمل مدحت صلاح. والله يبقى انت العظيم. شبهه من وانت صغير وانت الظاهر. مش عارف. وانا تقمصت الشخصيه وانا أوي. ابن الثلاث سنين. فخلاص. فخلاص بقيت استاذ مدحت. طبعا تحيه كبيره طبعا للفنان الكبير مدحت صالح. وحقيقي حقيقي حقيقي احنا من معجبينه. انا بحبه جدا يعني، وصوته حاجه اكثر من رائعه، وموهبه لم ولن تتكرر حقيقي صحيح. كان في برضو سؤال، حد قال ان انت شبه احمد ادم. حبيب قلبي. ايوه حبيبي ارمط. فمش عارفين برضو. وانا دي اول صغير. دي جديده الصراحه، دي اول مره تتقال لنا، فانا ما اعرفش يعني. بس بحبه برضو، بيضحكني طبعا قوي. فنان، وصباحه كدب برضو حلو قوي، وليه فنان لطيف وفنان مهم جدا يعني. ايوه عمل اعمال مهمه جدا في السينما. من احد بقى سوري خلاص كمل. عمل اعمال مهمه جدا في السينما والمسرح بالذات، واللي ما شافوش على المسرح فاتوا كتير جدا. من الحاجات بقى اللي اتسالنا، اللي اتسلقت لا اللي طلبت مننا، اللي هي طلبت مننا ان احنا نكلم فيها. تعرف ان انا بص جعانه. ايوه ما اتسلقت. فسيبني بقى احاول اكمل الحلقه. انت براحتك يا حبيبتي، ارجوك والله العظيم انت براحتك. ولما بعمل حلقه انا وانت لوحدينا ببقى حاسس بمنتهى السعاده، عشان ببقى واخد راحتي. في توعد. فهعمل فيك ايه؟ ففي بعض الحاجات اللي اتقالت لنا ان احنا نتكلم في موضوع الخوف من الجواز. وده موضوع الصراحه حاساه ان فعلا موجود، وفي الاجيال بتاعتنا، وفي جيل اصغر مننا، وفي جيل برضو الاكبر مننا. فهي هو انا بالنسبه لي في حاجه جديده. انا لما اتكتب الكومنت فقلت والله فكره حلوه، فقلت تعالوا نتكلم فيه مع بعض ونشوف ايه اللي ممكن نبقى ايه اللي مخلي الجيل يبقى خايف، اذا كان ايا كان عمرك ايه، خاصه لو انت عمرك مناسب للجواز او عمرك مناسب للجواز، لان ده طبعا للبنات وللولاد. الحاجه اللي انا اتفاجئت بيها ان ده مرض. او مش مرض، هو زي الاضطراب او حاجه كده اسمها الخوف من الجواز او رهاب الجواز. وليها مصطلح معروف اسمه، او مش معروف، هو كده مش معروف، الجاموفوبيا. انا اقصد ان هو الجاموفوبيا. وهو قلق مفرط اتجاه الارتباط الرسمي. مذاكره. فدي بقى اصلا انا
على فكره بايلك عدت انا قدامك، دخلت صح؟ لا دخلت بكتب يعني ايه الجيل بيخاف من ايه وكده، فلقيت طلع لي جاموفوبيا. الجاموفوبيا. أوكي. ان في دي مشكله او ده نوع من انواع القلق، الانكزايتي، بس هو ليه علاقه بالجواز بس. حلو. اسبابه طبعا وارد انها التجارب سابقه اذا كانت للشخص ده نفسه، او يعني شاف باباه ومامته في حصل يعني Makes حصل sense. مشاكل، او شاف مشاكل، او عاش يعني طفوله مليئه بالصراعات ما بين الاب والام. وده يخلينا ناخد بالنا اذا كنت اب وام، يعني ناخد بالنا ان الموضوع مش هين بالنسبه للاطفال. وفي برضو الخوف من الالتزام، ايوه. اللي احنا ده اللوجيك ان أيوه. انت لما بتيجي تسمع حد مش عايز يتجوز، بس على فكره هو في فرق بين ان هو مش عايز يتجوز، في فرق بين ان هو عنده رهاب من طبعا. الجواز. يعني دي حاجه عقدة نفسية، ودي حاجه، دي عقده نفسيه، او ده بيأثر. من هكمل لك بقى لان انا فوجئت، انا ما كنتش اعرف اصلا. ده انت دخلتي. انا دخلت بقى، ما انا لقيت الموضوع فتح معايا، فحبيت قعدت اقرا يعني حبيت اعرفه اكتر. الخوف من الالتزام، وفكره الخوف من الالتزام هي مش عامه، لا، هي الخوف من الالتزام من خطط طويله الامد. يعني هو ممكن حد، وده مش في الجواز بس، ده بتبقى عنده مشكله في اي حاجه. هو كان مش هيعرف يشتغل مثلا، هو مش عنده مشكله لا بيشتغل، بس ممكن يشتغل كل 3 شهور او 4 شهور او سنه بالكتير، شغلان مثلا شغلانه، بس ما ينفعش يفتح شركة مثلا، ما يفتحش، لازم يغير، وتلاقيه بيغير، ما يقدرش يلتزم روتين مثلا. ما اعرفش، بس برضو مش مجرد روتين، لان احنا ناس ما بتحبش الروتين، بس برضو لا مش للدرجه دي. طب معلش، هو التزام ولا مسؤوليه يعني؟ لا التزام. المسؤوليه بقى موجوده برضو تقريبا، هعرف لك. أوكي. في بقى طبعا الخوف من فقدان الحريه، ان يبقى في حد طول الوقت عايش معاك وخايف ان هو يحس ان هو مش عايش حلو. عارفه انت بحريته. عامله ايه دلوقتي؟ انت مفصصه، لان الحاجات دي بتبقى بشكل يعني ايه، سايحه. لا بس هي متفصصه. لا انا كل اللي انا بقوله لك ده دي حاجات اللي هي ليها علاقه برهاب الجواز. أوكي. احنا مش بنتكلم عن المخاوفات بتاعه الشخص البني ادم الطبيعي اللي هي زينا قبل ما احنا نتجوز. فتعالى نتكلم عن اللي هو النوع ده من القلق، وبعد كده نتكلم ان الانسان الطبيعي. لان انا هقول لك بقى، هو طبعا في البحث عن البارتنر المثالي، ان هو طول الوقت يبقى بيدور على حاجه معينه. الرهاب. ده في ضمن الرهاب. ان هو بيدور على شريك مثالي في دماغه، وطبعا ما بيلاقيهوش اذا كانت البنت او الولد. ممكن يبقى مثلا البنوته شافت باباها في شكل معين، في معامله معينه، منتظره تتجوز واحد شبهه بالظبط، فده ممكن يخلي طبعا عندها مشكله مع الجواز. أوكي. في برضو طبعا المخاوف الماليه والاقتصاديه والاجتماعيه طبيعي. وكل الحاجات دي. الفقدان الحريه احنا قلناه. فكره ان هو حد بيبقى خايف يفقد الخصوصيه بتاعته. ماشي. عارف اللي هو لا الحريه ولا لا؟ ما هي انا بقول لك، انا عشان انت قلت حاجه تانية، فانا قمت قايله قلت على اللي بعدها. سوري. فالضغوط الاجتماعيه بقى دي ايه؟ عشان انا وقفت عندها وما فهمتهاش. لقيت ان هي، عارف انت الافراح والمناسبات والتجمعات العائليه والحاجات دي كلها. ايوه. انا رحت عقبال ما نفرح بيكي، عقبال ما فساعات بتتحط في ضغط بيخليك تاخد القرار بتاع الجواز. يعني بيحسسك ان انت في بوش على يلا اتجوز، يلا اتجوز، يعني يلا ده بيدي اثر سلبي مش ايجابي. ده حقيقي. ده اللي انا ممكن يودينا لفكره ان يعمل لي عقده. يعني اللي مكتوب الشعور بالضغط لاتخاذ قرار الزواج، فبقى طول الوقت حاسس ان هو مضغوط، هو لازم يتجوز، هو حالا لازم يتجوز. بصي اقول لك على حاجه، شكرا ليكي جدا على السيرش اللي انت عملتيه في الحلقه ده. والله العظيم دي اقل حاجه عندي. والله عامل السيرش. شفتوا التريقه؟ انا هو فين اللي اتريق؟ ما حدش اتريق. انت ما اتريقتش عليا في اول الحلقه. انا عمري ما اتريقت عليكي اصلا. ده محبه. في فرق ما بين المحبه والهزار. فلافي، ايه الشراب اللي انت سيب شرابي في حاجه. ايه الشراب ده صحيح؟ مش عارفه اعمل لان كلمه الخوف من الجواز ممكن تبان كلمه فضفاضه، حد خايف، انما لما نلاقي ان ده مرض اضطراب او قلق، هنسميه مرض نفسي، يبقى تحت طائله الامراض النفسيه، ويبقى رهاب افاجئك بقى بحاجه ان ليه اعراض.
اوكي. زي الانكزايتي، شبه الانكزايتي جدا. ده يا جماعه دي مذاكره جامد. يعني في بقى توتر شتيمة؟ شديد. بيشتم الناس. توتر شديد، في استنى تبول لا ارادي مثلا. يا ابني، قلق، هلع، هلع؟ تجنب التفكير في الزواج او الابتعاد عن الشريك. يعني ممكن يوصل لدرجه ان مثلا يبقى في حد وهو بيحبه جدا، بس عشان يخليه داخلين يبوظ على العلاقه النقطه دي فيقوم مدغدغ يوم الدنيا، مبهدل الدنيا وعامل من لا حاجه. او ممكن يبقى توصل لجواز، لان احنا هنتطرق بقى للموضوع ده، توصل موضوع لطلاق. الطلاق. توصل لطلاق. لا، أوكي. انها توصل لجواز وبعد الجواز يحصل طلاق. انفصال. فدي حاجه من الحاجات ليها اعراض جسديه. والله. ما انا بقول لك بقى، مش ممكن خفقان، تعرق، ضيق تنفس، سرعه في التنفس، انكزايتي، دوخه. اكيد هي بطنه شبه هتوجعه بالظبط، لما شبه نتكلم في الحاجات الموضوع هعرق. شبه اللي هي الانكزايتي، بس معنى كده ان الموضوع فعلا بيبقى ده سبب الرهاب. يعني الموضوع مش مجرد انا عارف في ليفل. ايوه في ليفل احنا الوحش. لسه بنستكشفه دلوقتي مع بعض، انا ما كنتش اعرفه حتى. اوف. في حاجه تانية اقولها لك. يا ريت. لا دي معلومات. في بقى اللي هو السلوكيات، ان ممكن انهاء علاقات طبعا. مفاجاه زي ما احنا قلناها قبل كده. وفي بقى اصلا عنده صعوبه في تكوين علاقات سليمه. يعني هتبقى علاقات انسانيه عاديه ولا علاقات عاطفيه او ان هو يرتبط بحد او كده؟ بص، هي مش واضحه هنا، بس المنطق ان بس اظن في ان هي يقصد علاقات عاطفيه، زوجيه، يعني ان هي توصل لزواج، يعني أوكي. لان احنا بنتكلم في المشكله دي. ايه رايك؟ عملت ريسيرش لطيف، عملت سيرفي محترم جدا. مفاجاه. انا اتفاجئت. تعالى بقى نخش على احنا كده هنخوش على ده، احنا أيوة. غطينا وهنخش على حاجات. ايوه، احنا كده غطينا فكره القلق او كمرض. الرهاب. من الخوف من الزواج كمرض. دي اعراضه ودي اسبابه. ولازم الناس طبعا تواجه نفسها. اقول لك انا والله اتبسطت لو حاجه في حلول. في حاجه انت قلتيها من احد الاسباب، الضغط. هنفرح بيك، بيكي، انت هتتجوزي يا بنتي، انت كبرتي يا ابني، انت خلاص عدى عليك القطر. ان الحاجات دي ممكن تصيب بني ادم بعقده نفسيه. ده حقيقي. انت بقى من وجهة نظرك الخوف اللي هو بتاع الشباب او الجيل بتاعنا او الاصغر مننا او الاكبر مننا حاجه بسيطه، الخوف من الجواز من وجهة نظرك انت؟ والله بعد اللي انتي قلتيه بقى خلاص، بقى ما بقاش مجرد خوف، ده ممكن الناس تحولت لمرضية. طبعا احنا من جيل ممكن يبقى أأمن شوية بالنسبة لفكرة الجواز، انما اللي انا عايز اشاور عليه الجيل الاصغر. الجيل الاصغر بقى ولا عقدة ولا مش عقدة، هو الجواز مش في دماغه اصلا. ليه؟ هو السكرينز والانترنت عملت حالة من التوحد ما بينه وما بين الشاشة. وحتى لما بيكلم الحبيب، فاكره لما اتكلمنا قبل كده بتحب الفون كول اكتر في الحلقه اللي هي اللي كانت حلوه دي، واتساب اكتر ولا فون كول اكتر وبتاع. على ما اعتقد ان الجيل الاصغر من شويه او جين زي يعني رايح لفكره التواصل السريع، التكستنج صح ولا غلط؟ بنروح لده اكتر، ما بقناش بنمسك الحاجات ملموسه، مش كتاب، ما بننزلش نقعد مع بعض على القهوه كتير حتى لو قاعدين ماسكين حاجات. فعلى ما اعتقد ان الجيل ده فكرة الجواز والالتزام بمسؤولية معينة دي، على ما اعتقد ان هو هيبقى رافضها بنسبة اكبر من الجيل بتاعنا. بالاضافة للمسؤولية، الناس كلها خايفة من المسؤولية. عشان كده بقولك اللي بيتجوز اليومين دول راجل، كمسؤولية نفسية وكمسؤولية مادية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. واقول لك برضو نفس الموضوع للبنات. انا عايز وجهة نظر البنات بقى ايه بقى. ما هو البنات دلوقتي نفس الموضوع. يعني في مثل شعبي اتمنى ان يفتكره ليه علاقة بيه، ان قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة. ماشي. يعني ان انتي تقعدي ما تتجوزيش احسن ما تتجوزي جوازة تندمي عليها او سيئة، او يعني تبقى اتحسبت عليكي جوازة وفي الاخر حصل انفصال. احنا ساعات بنسمع انفصال بعد شهور. ده في حاجات تخض والله العظيم. ففي بنات كتير جدا بتبقى خايفة انها تخش في الجواز وفي الاخر تطلع منه مهانة يعني، وتبقى تجربة اتحسبت عليها هو مش شرط تبقى مهانة على فكرة. يعني هم مرة واحدة اتقفل عليهم باب وبقوا قاعدين لوحدهم، وفي اسلوب في الصحيان والاكل والشرب
الحياه البيتوتيه. انت تقصد الروتين اليومي واختلاف الروتين أيوة. اليومي مع بني ادم ده، اه بس ده طبيعي. مهما كان مش هيبان في الخطوبه، بس واقول هو ده لك حاجه، الفكرة. هو مهما كانوا شبه بعض او هم قبل الجواز اكيد يعني هي عارفه بتظهر بيصحى احسن ما امتى. فيك مثلا. لا بس تبقى انت عارف في وقت كده بيصحى امتى بينام امتى، بس طبعا مش عارفه هو بيصحى بيعمل ايه، ايوه الروتين النهاري بتاعه. صح. ممكن حد يبقى بيصحى عايز يشرب شاي يفضل قاعد شويه، في ناس بتصحى من النوم اه ما بتبقاش عايزه حد يكلمها ايوه لمده ساعه، اه بس هو صحي من النوم هو بس محدش صح، يتكلم معاه. بس اعتبريه ما صحيش. يعني انا صحيت بس اعتبريني ما صحيتش، ده طه هو كده. وقعدنا حبه حلوين مش يعني ايه، يعني ايه بيصحى ما انا مش صاحي سيبيني في حالي. اعتبريني نايم، يعني بدل ما انام 6 ساعات نام 7 ساعات. يعني ما علينا. اشرب شاي باللبن افوق. في عادات بتبقى مختلفة عن بعض، وبيبقوا هم مش عارفينها وبيتفاجئوا بيها بعد الجواز. بس اكيد بيبقى في مؤشرات، دي من وجهة نظري في فكرة العادات والتفاصيل ايام والحاجات الخطوبه دي. والتعارف اكيد يعني. في مؤشرات، يعني في هنتس كده بتيجي بتجيلنا ان احنا نفهم ايه هو عامل ازاي، طب ايه اللي هيحصل. ونفس الموضوع من البنت اظن. بس انتي انا فاكر مره انا وانتي اتكلمنا في فكره ان في فتره الخطوبه اللي هي قبل الالتزام اللي خلاص اللي هو ضمن ان هي بقت في بيته وهي ضمنت ان هي اتجوزته، بيبقى بيظهروا احسن ما فيهم. اللي هو ما قبل حلاوة البداية. يعني اكيد وانا يعني واحنا مخطوبين ما كنتش بكلمك اول ما اصحى من النوم وانا مش عايز اتكلم. ده حقيقي. كنت اكيد هستنى شويه لغايه ما افوق وبتاع واقوم مكلمك، ابعت لك واتساب اقول لك انا صحيت وهكلمك كمان شويه، مش هتفرق معاكي. انما لو احنا في البيت وعندنا مسؤوليه اكيد هتبقي عايزاني اول ما اصحى من النوم، يلا تعالى نودي البنت المدرسه، يلا نعمل الحاجات دي كلها. في حاجه تانية ما اعرفش اروح لتوبيك تاني او حاجه تانية، ولا في النقطه دي لا عايزه اقول تقولي؟ لو عايز تقول حاجة. ممكن حالة الخوف من الجواز دي يبقى سببها ان الناس ان القصص والحكايات اللي بتتحكي حواليك بتخوفك. طبعا، بس ده ممكن بقى معرفش طبعا هتبقى دي واصلة لفكرة الرهاب برضو ولا لا. بس هو التواصل. فعلا الواحد بيبقى خايف من كترة الحواديت والقصص اللي بتتقاله. انا مثلا ساعات على السوشيال ميديا رعب. يعني انا لو واحدة مش متجوزة، لا وقصص حب كبيرة وبيقول لك ونتج عنها اطفال، وفجأة تلاقي حاجات غريبة حصلت، إساءة غير طبيعية بني ادمين حصلت. تانيين خالص. يعني ففعلا الموضوع يخوف. هو بصي هتكلم برضو في حاجه سنسيتيف وتحسي ان هي شائكه جدا، ان يقول لك ان اصلا مشروع الجواز ده اختراع مجتمعي فاشل مش ناجح. ده بقى المجتمعات الغربيه اللي احنا بقى عمالين نستمد منها حاجات. بس حتى المجتمعات الغربيه طول الوقت ما يعملوا ان في جواز. ايوه طول الوقت بيتجوزوا ده. لا بس ما انا بقول لك دي افكار جديده حتى موجوده في المجتمعات الغربيه. ان هم وهم طبعا عشان المجتمع عندهم باسلوب معين وطريقه مالناش ان احنا نتكلم فيه يعني. مش ده موضوعنا، لان بقى فيه كلام كتير قوي مساكنه والهجص ده مالناش دعوه بيه دلوقتي. انا بنتكلم على الناس الاسويه خالص حتى هناك بره. لا هم بيبقوا عايزين يعملوا بيت اكيد برضو. ايوه دي سنه الحياه بالظبط يعني. ان هم يتجوزوا، ولو فاكره احنا اللي هو احنا اتخلقنا ليه عشان نعبد ربنا عز وجل ونعمر الارض. دي مهمتنا يعني. ففي ناس تقولك لا ده اصلا ده اختراع فاشل الجواز ده. لا هو ليه يا ابني اتجوزت؟ انا اظن دي حاجه ليها علاقه بالتجارب الشخصيه. كل واحد تجربته هي اللي خلته يعمل او شاف علاقات حواليه كلها فاشله فهو شايف ان لا. مش في بعض الناس اصلا بتغذي العين. طبعا ده وارد جدا ان يبقى اللي حواليه كله مش سواد زي ما هو واصل له. هو وارد ان يبقى فيه ده حد بيغذي العين قدامه. اللي هو يعني خايف من الحسد، خايف ان حد يبص له بس في بيته معرفش ايه حتى بيتقالوا احنا بيتقال لنا ما تنزلوش صور كتير مع بعض. ما تعملوش كتير مع بعض يا ابني العين يا بنتي مش عارف السين يا انا وجهة نظري ايوه ان هو حتى لو انت ضد الجواز وخايف، لو انت طبيعي وخايف من المسؤولية او شايف لسه ما لقيتش الشريكة المناسبة او انت ما لقيتيش لسه الشريك المناسب او قلقان من فكرة الجواز والخلفة وهتربي ازاي واتعلم ازاي. يعني انا مثلا كان عندي مشكلة كبيرة مع الخلفة واني ازاي هعرف اربي بشكل صحيح وصحي وتبقى بني ادمه يعني
مهمه في المجتمع باي صح. شكل من الاشكال باللي هي عايزاه. أوكي. بس ان هي تبقى طالعه سويه. ايوه بس انت كان عندك خوف طبيعي، مش خوف عندك خوف طبيعي. مرضي. لا، لان في ناس الحمد لله. بتتحول، لا انا مش هخلف، لا انا مش في ناس هجيب كده. للمجتمع بني ادم يتعرض للضغوط والحاجات او في ناس كتير ما قوي هي حوالينا بقى في كده. الاخر مم. هتعقلها وتتوكل على الله. مهم، ما هو ده جزء من ايماننا، ان انت بتبقى انت مش عارف كده كده، ما حدش عارف هو بكره في ايه، ما حدش عارف كمان ساعه هيبقى انا في قلت دي ايه. نقطة نبقى مختلفين فيها فنتخانق، لقيت ان انا معاكي جدا في كل من اللي انت بتقوليه. اعقلها وتوكل على رب عز وجل. لان طبعاً. احنا لينا في تجربتنا في جوازنا، احنا يعني لو حد بصص من بره، لو انا بصينا من بره، لا مش دلوقتي، كنا المفروض نستنى شوية، انما لا، هو ميعادها بظروفها هي مشيت كده. طول ما انت حاطط ربنا عز وجل قدامك ان انت عايز تعمل بيت كويس دافي يبقى فيه، ربنا عز وجل اكيد هيبقى واقف جنبك. وهي في الاول وفي الاخر اختيار. انت بتختار بانهي شكل، اللي مناسب بس لدماغك، ولا المناسب ان هي تبقى مراتك. زي ما انت بتقولي في نوع بيبقى بيدور على المثالي، مفيش مثالي. طبعا في علم النفس في عقدة كبيرة اسمها عقدة أوديب. دي موجودة عند سيجموند فرويد مؤسس علم النفس المعاصر. يقول لك ان الولد بيبقى عايز نسخة من امه وبيدور عليها، ونفس عقدة الكترا بتبقى البنت عايزة نسخة من باباها. فده بيعمل مشاكل. ليه؟ بابايا في حاجات بيعملها وحاجات ما بيعملهاش، يبقى لازم جوزي يعمل نفس الحاجات وما يعملش نفس الحاجات. وكذلك مامتي كانت بتطبخ بالطريقة الفلانية، مامتي كانت بتصحى في الوقت الفلاني تعمل. فده مش منطقي ان انت تطلب من حد ان هو يبقى نسخة من اهلك. هو ده مستحيل. لو انت عايز رأيي في فكرة الاختيار، انا شايفة ان انت لازم تتعامل مع عيوب الشخص اللي قدامك. يعني انت من البداية هتشوف عيوبه عاملة ازاي، اصل مميزاته هي كده كده ده بونص معانا. احنا مش هنبقى عايزين نتعامل معاه، دي حاجة حلوة عنده، فتمام زي الفل جدا. بالزبط. احنا بنشوف العيوب، دي وجهة نظري، احنا نشوف العيوب وايه هي العيوب، وهشوف انا كريم او انا كفلان هعرف اتعامل معاها ولا لا. لان وارد جدا انا يبقى بالنسبه لي العيب ده حاجه هينه وعادي انا هعرف اتعامل معاها، بالنسبه لك انت تبقى ده عيب ما ينفعش. ضخم. مثلا حد بيصحى بينام بالنهار وبيصحى بالليل، ممكن حد تاني يبقى اللايف ستايل بتاعه ايه ده فل جدا، ده عاجبني جدا. ممكن حد تاني لا، ما اقدرش فتتحول اعيش العيب ده بالشكل الميزة. ده. بالظبط، ما اقدرش اعيش بالشكل ده. فمن وجهة نظري كل واحد وهو بيختار البارتنر بتاعه او شريك حياته هو لازم يبص على العيوب قبل المميزات. طيب هل تطويل فترة الخطوبة مع ولا ضد؟ هي المهم تبقى فترة صادقة، ايا كان بقى قصيرة طويلة، لان في الاخر المهم يبقى اللي قدامك مش يعني طبيعي كلنا بنبقى عايزين نجمل اللي فينا في اول فترة، بس ما يبقاش فيه كذب. لان ساعات بيبقى الموضوع واصل لكذب، فتلاقي فجأة بعد ما الاتنين دول اتقفل عليهم باب واحد واتجوزوا فرحانين، في بقى ممكن يحصل حاجات. مين دول مين ايوه دي؟ فجأة مين ده؟ الاتنين ايوه مين انت مش انت اللي انا اتجوزت. والله انا كان نفسي اخد صف حد في الموضوع، بس انا شايف ان ما ينفعش ان انا حتى اطرح فكرة ان انت تبقى في صف حد بيأذي طرف تاني. لسه سامع عن موضوع في قصة زواج ما كملتش بنجاح، وكان في نتاج ابن وكبير وكل حاجة، بس قصة فيها مشكلة ايه، ان في طرف بخيل. والبخل هنا مش بس مادي، البخل هنا معنوي. عاطفي وكيرنج والحاجات. هو بخيل، هو بني ادم، في بني ادمين كده، ولازم انت تبقى فاهم. هل بخيل ولا مش عطاء؟ ده بخيل. بخيل. العطاء ده اللي هو في ايده هيطلع، انما البخيل ده بيبقى بخيل على نفسه، حتى بخيل على مشاعره، وهو بخيل ان هو يبسط نفسه، بخيل انه. ففي نوعيات من الناس دي مثلا، ده من الاول ده ما ينفعش. اكيد العيب ده اتشاف من البدايه. وتغاضينا عنه بحاجات تانية. لا، في عيوب ما عشان كده انا بقول لك ايه، ما فيهاش. انت ما تختاريش بناء عن المميزات، او انت ما تختارش بناء عن المميزات، اختار بناء على اختار العيوب. بناء عن العيوب. شوف ايه العيوب اللي انت كبني ادم هتعرف تتعامل معاها، او انت كبني ادم هتعرفي تتعاملي معاها. صح. لان هو ده اللي هيخليهم يعرفوا يكملوا العلاقه اوريدي. واللي انا هقوله انا عارفه ان احنا طبعا في فتره الخطوبه كل الناس بتحاول تجمل الموضوع لكن انا شايفه ان معلش حاول بين نفسك
عشان هي او هو لا مش take حاول it. باين لا معلش، مش حاول باين نفسك. خليك طبيعي. ايوه بالظبط، خليك طبيعي اتعامل معاها بطبيعتك بالظبط. خليك ما طبيعي تجملش. معاها او خليكي طبيعيه جدا معاه، علشان هو الموضوع كومبو. هو يا اما هيتاخد كله على بعضه يا اما لا خلاص. بالظبط. قبل بقى ما يحصل جواز وقبل ما يحصل مصاريف، ودلوقتي المصاريف بقت غاليه. ما انا بقول لك بقى هنا بقى ايه رجاله أيوة. حتى على الذكر والانثى اللي يشيلوا مسؤوليه ان هم يعملوا بيت في وقت والمصاريف عامله كده مرعبه. أيوة. فاي حد بيقول لي انا مقدم على فكره الجواز اقول له يا ابني انت راجل، طب او انا واحده اقول انت له انت راجل. بطل. انا بقول أيوة. بطل الابطال بصراحه. بطل الابطال ان انت تاخد الخطوه دي، ان انت عايز تستر نفسك، لان الجواز ستره طبعا. فانت عايز تستر نفسك وعايز تعمل بيت وعايز تعمل مستقبل وعايز تعمل امان وعايز تعمل حاجات كتير قوي. فكره ان انت تاخد القرار ده، قرار ده رقم 1. 2 مسؤوليات بقى كتير قوي، وهتلاقي حاجات كتير قوي تمنعك. اولهم ما انا قاعد في بيت ابويا وامي واكل شارب مبسوط، خارج طالع ولا رايح فين ولا جاي منين ولا عندك مين ولا كلمت مين في الشغل ولا عملت في ان انت تسيب زي ما انت بتقولي بقى الحريه المطلقه دي كلها وقرر. برافو عليك ان انت هتسيب حاجه زي كده بصراحه. بس هي في الاخر هي رحله. يعني ما هي انت رحله، انت فجاه قررت تختار بني ادم وتشارك معاه رحله حياتك. ما هو فبرضه هي معناها حقيقي حلو يعني. انت كلامك تمام صح، وعايز اكمل عليه فكره ان هو ايه العكس ده بقى، الوحده. بالظبط. لو انت قررت ده وان انت تفضل قاعد في بيت اهلك لحد ما تكبر، هتلاقي نفسك في الاخر انت لوحدك، مفيش عزوه، مالكش عزوه. أيوة. فين ولادك؟ فين شريك حياتك؟ يعني هلف وارجع تاني اقول انت الاختيار اهم حاجه. هو ده اللي بيخلينا يا اما ستنضن اذاعتنا المحليه تنتج ترضع تنطر تخرج جوازه ناجحه. تنتج مش احلى على فكره جوازه اصلا انا ليه بشكل صح تنتج زواج ناجح. أيوة. ان في زواج ناجح يبقى حصل نتيجه ده. ايوه. او زيجه فاشله. ايه رايك بقى في زيجه فاشله دي بقى؟ تسقيف حاد. الصمت شظايا، في حد يسقف غيري. برافو ريم. فانا بقول كلام مهم وحاسه اني عميقه قوي في الحلقه. هو الحلقه على غير عادتنا عمقت مني. هي جعانه الظاهر فعمقت منها، لانها كانت في الاول عايزه تسلق. صح؟ كنت عايزه اسلق. كنت عايزه تسلق بس انتي وديتي الحلقه في حته حلوه. بص انا شايفه لو احنا في الاخر عايزين نقول كده conclusion. conclusion سريع. انت لازم الاول تحدد انت انهي نوع. هل ده رهاب اللي هو وتتعالج رهاب من الجواز، ولا لا ده انت قلق، ده قلق طبيعي وخوف من المسؤوليه وقلق من المسؤوليه اللي هي الحاجات بشكل طبيعي. لو انت الشخص اللي هو لا الموضوع بيوصل لانكزايتي بقى وقلق وضيق تنفس وبطنك والحاجات دي، فانت محتاج تواجه نفسك وتعرف ايه الحلول والعقده جايه منين وتعالجها بقى. يعني روح عالج نفسك وما تقرفناش بقى وتقرف بنات الناس وولاد الناس معاكي. روح عالج نفسك يعني عشان بس اقول لك حاجه، هو عالج نفسك عشانك انت والله. أيوة قبل أيوة اي حد تاني. ايوه صح. عشان انت كمان تبقى حياتك سلسه وجميله وتعرف تاسس اسره، لان انت من حق اي بني ادم ياسس اسره ناجحه وتبقى رحله كده ناجحه ما بين كل الاطراف. صح. لو انت بقى من الشخص التاني اللي عندك مشاكل او عندك حاجات بتقلقك اللي هي العاديه، عادي، احنا كلنا كده. ريما انا عايز اسالك سؤال. قولي. قبل قرار يعني جوازنا خلاص وانا بتفق مع انكل على ان احنا هنعدد ميعاد الفرح، كان حالتك النفسيه رايحه فين؟ كان عندي توتر، كنت قلقانه جدا توتر من فكره ان انا داخله على حياه جديده هي بالنسبه لي مجهوله. بس انا ما اعرفش. وايه تاني؟ اي بس انا فجاه ده توتر بس. توتر بس. حياه مجهوله. حياه مجهوله. هو شفت الهنا اللي انا فيه، ما انا كان عندي حق. وبعدين مش كنت بتسرع، اصحى السرعه اقول كنت بخاف.
ايوه كنت بخاف نوتش- عادي، نوتش. قعدت حبه. لا ده ده مش من طبيعي. الجواز، لا أنت لا خايفة لا من من اللي اللي نايم جنبي. كنت ببقى خايفه يعني، طبيعي روتين حياتي كله عايشه بقالي عدد سنوات، حاجه و20 سنه مع بشكل معين مع اهلي، وفجاه الموضوع اتغير. ده عليا واكيد عليك انت كمان. والله ولا انا كنت سايبها على الله عز وجل. اكيد انا ظروفي مختلفه يعني، كل واحد بس والله انا كنت سايبها، ولغايه النهارده انا سايبها على الله. ما انت لازم على طول. انا بقى فكره اعقلها وتوكل. ايوه بس هو انت بتيجي في وقت انت لازم تاخد الخطوه دي، مش علشان الشكل الاجتماعي، مش لازم علشان عشان هو تبني لازم كينونتك. لازم يحصل. في على فكره في نماذج في لا ناس يصلح لها مسميه جواز. ان الجواز شر لابد منه. دي ده يعني كتير قوي. يعني يقول لك ده شر بس هو لازم يحصل. يعني في بس ناس شايفه كده. وفي ناس طب انت مع ظل راجل ولا ظل حيطه؟ هل ظل- انت مع ده؟ يعني ايه ظل الراجل ولا ظل في الحيطة؟ مثل لا لا انا ما شعبي بحبش انا ظل الكلام راجل الفارغ ولا ده. ظل حيطه. هل انت معاه؟ لان ده المفروض انت كده بتهين الراجل اصلا. اهانه برافو. احنا بقالنا كتير ما سلمناش على بعض في الحلقه. تعال. برافو، لان انا شايفاه اهانه. اندبندنت لايف. ايوه انا شايفاه اهانه للرجل، لان عيب ان انت احنا بتهين نقول الراجل كده. اصلا، يعني ايه ظل احنا الراجل ولا عيب. ظل حيطه يعني انت بتساوي الراجل بحيطه اصلا؟ يعني. اي ظله. نعم. ظل راجل ولا ظل حيطه يعني، صح. انت ايه رايك اسمه في كده. ظل زيطه ولا ظل فيتا ولا حنيطه؟ مش عارفه، انا حاسه ان هو مثلا مش لطيف خالص. شر لابد هو منه. معانا استاذ هنا شر لابد منه، هو مع انه حاجه لازم لا هي بس هي فكره ان برضو الجواز والخلفه يعني الخطوه دي رزق ونصيب طبعا. ربنا عز وجل. طالما انت عقدت النيه ان انت هتعمل ده، وانا هنط في الميه وانا ما بعرفش اعوم، هل هتتعامل معاها معامله بطيخه؟ ايه يا جماعه ده؟ لا ليه؟ مش هو، ما هو بيقول لك هو الجواز بطيخه، تطلع قرعه تطلع حمراء. مش هما بيقولوا بصي كده؟ انا بني ادم بختلف. وكمان انت قلتي، فكريني نرجع لنقطه انت اتكلمتي فيها. اللي هي ايه بقى؟ هقول لك بس عشان ما طيب، تخش في النقطه عشان دي. ما ننسى النقطتين دلوقتي كده في وهنقفل نقطتين الحلقه. تن 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 فكره ان هي بطيخه ومش بطيخه، احنا عندنا فرصه ان احنا نشوف زي ما بنطبطب على البطيخه ونكشف عليها عشان نعرف اذا كانت مرمله ولا لا، حلوه ولا لا. صح ولا لا؟ دي اسمها في ناس فرصه. مش بتعرف. ما هو في ناس مش بتعرف، ده فشل منهم. لازم يبقوا مدركين وشايفين. انت مال ناس مش لا بتعرف. انا مش بعرف اختار البطيخه فعلا، فانا ايوه بس اخترت الجواز. لا الحمد لله. في نقطه تانية. اتفضل. في نقطه تانية انا نسيتها وقلت لك فكريني ايوه بيها. ما انا قلت لك ايه هي عشان اعرف افكرك بيها. أنا آسف. اوميجا 3 احنا حلنا. احنا عايزين نتعالج، احنا اللي عايزين نتعالج، مش الناس اللي عندهم احنا رهاب. محتاجين اوميجا 3 في حياتنا احنا. والله وكانت نقطه حلوه جدا. طب ما انا قلت لك قبل ما تقول لي البطيخه، قلت لك قول لي ايه هي. طب انت كنت بتتكلمي في ايه قبلها؟ نسيت. تهزرش. طيب هو اوفرول فكره ان انت تبقى بتحاول ان انت توصل للمثاليه، ده مش هيحصل. احنا كنا بنتكلم قبلها على ظل راجل ولا ظل حيطه. ما ظل راجل ولا ظل افتكرت حيطه. حاجه ليها علاقه لا بده؟ خلاص راحت. ماشي مسيرك تفتكر. في حلقه نعمل لها حلقه. نعمل لها حلقه لوحدها. وطبعا انا حاسه اني رغايه قوي الحلقه دي. ده انت قمر الحلقه دي، وجايبه مصادر وريفرنس والكلام مظبوط، وهتعشينا ايه عشان انا ميت من جوه. ماشي ما علينا. كنت هقول ايه؟ ياما لا انا افتكرت. برضو عشان اكون امينه من فكره اللي هو احنا اتفقنا دول الناس اللي عندها مشاكل هو هنتكلم على الاسويه بقى. دول الاسويه. من الاسويه فكره ال في كده طلاق كتير قوي بيحصل. في معرفش بقى، هل الطلاق ده استسهال؟ هل فعلا اختيار خاطئ من البدايه؟ ايه اسباب الطلاق ومشاكل الطلاق؟ بجد كتيره. وبقت مش عارفه. وساعات كمان بتلاقي بعد عدد سنوات كتير قوي ممكن يحصل انفصال. تخيلي بقى استسهال. نسبه كبيره بقت استسهال. ولا فعلا ما هو برضه ممكن تبقى هي دي راحتهم، هي خلاص مش قادرين. ايوه ماشي انا معاكي. بصي لو انت فاكره احنا اتكلمنا في الموضوع ده من خلال يعني الحاجات اللي بنشوفها وبتاع، وانت عارفه ان انا فكره الطلاق دي انا ما بحبهاش خالص يعني، ما بحبهاش. لاني شايف ان طالما جه طفل احنا اخر حاجه نفكر فيها فكره الطلاق. لان السليم اقنعتيني في فكره ان طب افرض
لو الطفل ده موجود في البيئه دي وشفت بقى المشاكل والخناق وشاف جاله الخناقه يعني والحاجات دي، تروما، مش فالواد هيبقى- باظ، فبقى هو البني ادم اللي عنده خوف اللي هو بعدين. فهو الفكره ان لو مفيش حل غير كده خلاص تمام، بس لو مش هتقدروا يعني تروحوا له، لو مش هتعرفوا طز فيكم انتوا الاتنين. انا قاصف دي بقى، طز فيكم انتوا الاتنين، فيك انت في طلباتك وفي حاجاتك، وانت انت في طلباتك. لو مش هتعرفوا تقدموا بيئة صالحة للطفل. للطفل ده او للطفلة دي. انما لو انا هاجي على نفسي، فانا اختار ان انا اجي على نفسي عشان ابني، وعلشان بقى المفروض اللي معايا. بالظبط، بس عشان برضو اصل دي امانة يا جماعة. بس بقى في كلمة أنا ما بحبهاش، فكرة إحنا مكملين عشان الطفل. لا برضو ما هو ده دي برضو مش صح، لا انتوا لازم تكملوا علشان مكملين نفسكم. ازاي؟ ايوه، عشان نفسكم وعشان الطفل يبقى ساعات البيئة الطفل صالحة. ساعات الطفل هو اللي بيعدل الاب والام، خلي بالك. احيانا الطفل، طب ادوا فرصه لده، ادوا فرصه للطفل ان هو يعدل الميزان اللي ما بينكم ده. ممكن يبقى فيه اختلافات، ممكن حد اشتغل شغلانه جديده فبقى روتينه مختلف، فبقى ده مناسب مع الاولاني. في حد قرر ان هو عايز يسافر، فالتاني لا انا مش موافق. لا، في حاجات كده جوهرية يعني جوهريه جوهريه لازم نلاقي لها حلول. هنقعد مع بعض ويبقى البيئة مش مناسبة، لا خلاص سلام عليكم. يبقى كل واحد كل واحد يروح لحاله. ساعات ان الطلاق بيبقى هو ابغض الحلال، هو أبغض الحلال. وملناش ان احنا نحرمه او ان احنا لا نمنعه لا لا طبعا. في عقيدتنا يعني. ملناش ان احنا نقول لا، لان هو ابغض الحلال. أظن كده اتكلمنا في كل حاجة، ولا في حاجة؟ هو اكيد في كلام كتير ومش هيخلص، لان العلاقات الانسانيه فيها تجارب كتير جدا. يعني ممكن لو نعمل حلقه مثلا ليها علاقه بفكره الجواز، الزواج والطلاق بشكل عام. اصدقائنا يبعتوا لنا مثلا يقولوا لنا في تجارب، ونحكي لهم ونقول لهم راينا فيها. ايه رايك؟ وعجبني فكرة ان الحلقة دي كلها يعني احنا حضرناها علشان حد طلب مننا نتكلم في الموضوع ده. بالظبط. فارجوكوا اكتبوا لنا كومنتس اكتر، وقولوا لنا ممكن تحبوا نتكلم في ايه. لو في حد عنده قصة او حد عنده تجربة ما حابب يشاركنا، وحابب ان احنا نحكيها للجمهور، ومش حابين حتى تكتبوها كومنتس، ممكن تبعتوها في الانبوكس ونتكلم فيها. عايزينكم كده تتواصلوا معانا اكتر. ايوه والنبي، عشان هو ده وقود عايزين تتواصلوا، لان احنا بنتكلم في بيتنا يعني، فبيتنا يعني بيوتنا. فاي حد تعرض لاي تجربه وعايز يفيد بيها الناس ويفيدنا بيها احنا كمان شخصيا، احنا مستنيينكم. وما تنسوش سبسكرايب، فعل الجرس ايوه، ولايك اعملوا وشير لايكات وشير، قولوا لاصحابكم، اعملوا منشن لاصحابكم يتفرجوا علينا ويقولوا لنا برضو رايهم وبس. صحيح. واهم جمله انا طلعت بيها طبعا، انتوا يا جماعه احنا في بيتنا، يعني في بيوتنا كلنا. يعني ايه؟ مش عارف، انت بقى قلت بيتنا الجمله. احنا اسمه بيتنا احنا بودكاست. يعني بيوت بقى كل واحد، يعني كل واحد بيته. ايوه يعني هو لما يقول اتفرج على بيتنا بودكاست قصده بيته بالظبط. انا عايز تسقيف. دي يا جماعه النهارده محضره مذاكره مجتهده جعانه. يلا بينا، باي باي، عشان يلا استنونا اكتر من كده خطر. استنونا في حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع ريما احمد وطه خليفه. وريما احمد.